السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قناة سنز فود. إذا ما كنتوش مشتركين في القناة في البداية، حابة أذكركم تعملوا سبسكرايب وتعملوا شير ولايك، وكمان تفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. يا ريت تعملوا لايك كتير كتير علشان تشجعوني، وعايزة أشوف رأيكم في الكومنتات برضو علشان تشجعوني. ويا ريت اللي بيعملوا او اللي عمل الرز المعمر يقول لنا بيعملوا ازاي ولا اسمه ايه عندهم. يعني احنا بنقول عليه رز معمر، وفي ناس بتقول عليه رز مدسوس، وفي ناس بتسميه المدور علشان بيبقى معمول في صينية مدورة غالبا. هو بيتعمل في اي حاجة، يا اما في طاجن زي كده مثلا، يا اما في اللي هي الحاجات الطواجن الفخار، يا اما في صينيه ألمونيوم او ستانلس، او حتى في بايركس، بينفع في كل حاجه. هنشوف تكاته، هنشوف كل مكوناته. ده الرز المعمر الفلاحي الاصلي. في ناس بتحب تعمل جواه الفراخ او اللحمه، وفي ناس بتحب تاكل الفراخ او اللحمه جنبه، وفي ناس بتعمله كده وهو فعلا بيتاكل كده. هو وجبه متكامله وفيها كل العناصر والفيتامينز، فيها البروتين، وفيها النشويات، وفيها الدهون. يعني كتير قوي بنعمله لوحده كده، ما بيبقاش محتاج جنبه اي حاجة. وده حسب الرغبة بقى، يعني اللي حابب ياكله لوحده بياكله، واللي حابب يعمل جنبه نوع من اللحم او الفراخ، دي بترجع لرغبة كل حد. النهاردة ان شاء الله هنعمله، هنشوف ايه الخطوات بتاعتنا وايه المكونات. في البداية معانا كيلو رز مصري عادي خالص، ومعانا سمن بلدي، ومعانا شوية ملح صغيرين، ومعانا قشطة او كريمة لباني المتوفر، ومعانا 2 لتر لبن للكيلو الرز. في البداية هجيب قالب يكون او طاجن او صينية تكون هتاخد الكمية علشان تغلي براحتها في الفرن. انا حطيت هنا الرز وحطيت عليه كمية اللبن مغلي، لازم اللبن يكون مغلي يا جماعة. يعني يكون في الاثناء دي انا مشغله الفرن يسخن على درجه حراره عاليه. حطيت اللبن بتاعي وحطيت الملح ما يبقاش بالظبط زي الملح اللي بنحطه لكيلو الرز اللي بنطبخه عادي، يبقى اقل شويه. وهنحط نقلب كويس جدا الملح. لو انتي عارفه انك مش هتعرفي تقلبي، او انتي مبتدئه في عمايل الرز المعمر، وعارفه ان انتي هتقلبي الملح كويس جدا في اللبن بعد ما تحطيه في الرز، الافضل قلبي الملح في اللبن قبل ما تضيفيه على الرز. انا كنت بسخن باقي كميه اللبن لان اللبن ما خدتهمش كلهم. حطيت هنا سمن 3 معالق كده حلوين كده مليانين سمن. بصراحه الرز المعمر اذا ما كانش متغذي بالسمن البلدي والقشطه او الكريمه اللباني مش هيبقى حلو. هي الاكله دي كده، يعني هي الاكله بتبقى متغذيه باللبن الدسم. طبعا لو متوفر لبن بلدي يبقى حاجة جميلة جدا. الدسم اللي بقى الوش ده. وبحط بقى السمن بتاعته كده، بغذيه بالسمنة البلدي، وبحط له القشطة او الكريمة اللباني. يبقى احنا عندنا كيلو الرز اخد 2 كيلو لبن او 2 لتر لبن. بحط بقى القشطة على وشه كده. طبعا لو قشطة بلدي يبقى حلو جدا، او معلقة زبدة. وبحطه بقى في الفرن يكون سخن. بحطه على صاج الفرن اللي هو صينية الفرن علشان ما يوقعش، لانه بيغلي وبيفور. ابقى عاملة حسابي برضو في مساحة انه هيغلي ويزيد في الفرن. حطيته هنا على الفرن طبعا حامي جدا، حطيته تحت وشغلت من فوق وتحت. لو حابة تحطيه على تحت الشواية ياخد وش الاول وبعدين تنزليه تحت يغلي وتهدي عليه النار، مفيش مشكلة. وانا حطيته كده وعملت جنبه، كنت عاملة جنبه فراخ متبلاها زي ما انتوا شايفين كده. هحطها برضو اغطيها واحطها على البوتاجاز تاخد سوا كده، وفي الاخر هدخلها تكمل في الفرن او تاخد الوش النهائي في الفرن. هنشوف بقى صينية الرز المعمر بتاعتنا بعد ما اتشربت. شايفين وهي بتغلي كده ابتدت تاخد اللون. اول ما بتغلي كده وبتاخد اللون ببتدي اغطي عليها وهدي عليها النار. هنا انا طلعته، هحطه تاني هغطيه. كنت بشوفه لو محتاج لبن، لو محتاج اي حاجة، ودخلته تاني علشان ألدنه. غطيت عليه وحطيته علشان ألدنه، بس بوريكم وشه ازاي طري قد ايه ومش ناشف، وما شاء الله وشه شكله جميل. ده شكله بقى بعد ما طلع من الفرن واستوى وتلدن وكل حاجة. هو تقريبا اخد في الفرن من 50 دقيقة لساعة.
حسب بقى فرنك برضو يعني، وحسب الكمية اللي انت عاملاها. لو انا اثناء ما انا حطيته لقيت اللبن مش كفايه بعد ما تشرب كده، ممكن ازوده، بس لو زودته ازوده لبن مغلي برضو، واعمل يعني غرز فيه كده بالسكينه، بحرف السكينه، بحيث اللبن ينزل فيه بسرعه ويتشرب ويتلدن. والفراخ بتاعتنا خلصت كمان. انا كنت منزله طريقه تتبيله الفراخ المشويه دي قبل كده على القناه اللي يحب يشوفها، بس في حد طلب مني على الخاص عايز يشوف طريقه تسويتها، فان شاء الله هبقى انزل فيديو كامل عنها تاني من الاول للاخر يعني ان شاء الله. مهم جدا نضيف القشطه والزبده والسمنه او الكريمه اللباني على الرز واللبن قبل ما يدخل الفرن كده. حبايه الرز تبقى متغلفه من البدايه، لما احط من البدايه السمنه والقشطه. برضو ممكن قبل ما احط اللبن احط السمنه بتاعتي فيه في الرز كده واقلبها، وبعدين احط اللبن، مفيش مشكله يعني. دي الاول الخطوه دي الاول مش هتفرق، لكن لازم يتحط قبل ما يدخل الفرن كل مكوناته، السمنه والقشطه وكل حاجه، وكمان لبن بس. يعني انا ما بعملوش بميه خالص، او يعني اتعودت من ماما الله يرحمها ما بحطلوش ميه، هو لبن بس كده. اللبن كمان لو راب منك وتأكدتي انه راب، ما تحطوش على النار يغلي خلاص، دخليه على طول على الرز المعمر، ودخليه على فرن درجة حرارته عالية جدا ويكون ساخن من قبلها. الرز المعمر هيبقى معاكي تحفة. نتبع الخطوات وان شاء الله هتبقى جميلة. لو تلاحظوا ان الصينية عليها من بره حروق كده، ده لانه انا بضيرها في الفرن كان لسه فيها لبن كتير فدلدق، فعمل الحروق دي من بره يعني، فنبقى ناخد بالنا لو عملنا خطوة زي كده. 2 كيلو لبن على الكيلو رز مظبوطين جدا، والسمن بتاعه كان مظبوط جدا، والملح كل حاجة كانت تحفة. انا بفضل اقطعه خرط كده، وكمان شايفين هو متماسك وفي نفس الوقت يعني مش ملزق، يعني بيفرط، مجرد ما اقطعه كده بيفرط بالمعلقة. اقول لكم على سر بقى خطير احنا بنحب كمان ناكل معاه عسل اسود، تعودنا على كده بصراحه، وولادي برضه تعودوا على كده لما لقونا بناكل عسل اسود معاه. يعني ممكن نتغدى عادي كده وهو يعني الرز هو مالح مش عليه سكر على فكره، فاحنا ممكن ناكله كده مع الفراخ او ناكله كده حتى لوحده، بس هي بتبقى مزاج بقى ناكله مع العسل كده. وفي مننا اللي بياكلوا بس مع عسل، ما بياكلش معاه حاجة تاني، يعني بيفضلوا بالعسل بصراحة، طعمه تحفة، يبقوا جربوا. انا غطيته بقى وركنته لان كان لسه مجوش من بره، على اساس انه يحتفظ بندوته، يعني ما سيبوش متعرض للهواء كده. وطبعا من الاكلات المحببه لينا والسريعه جدا على فكره، ما بتاخدش وقت، يعني لو انتي مستعجله او مش عارفه تطبخي ايه او كده، على طول كيلو لبن ونص كيلو رز، او حسب الكميه بقى 2 كيلو لبن وكيلو رز حسب عدد الافراد. جربوه وقولي لي رايكم فيه، ان شاء الله يعجبكم، منتظره ارائكم، وان شاء الله نشوفكم في وصفه جديده، وفي امان الله.